في حادثة مأساوية أثارت غضب واسع وألم عميق في الشارع السعودي. مقتل الشاب راشد بن سعيد المدراني المعروف بمغدور نجران، مصرعه طعنا وإطلاق النار عليه في يوم زفافه أمام عين زوجته. تعود تفاصيل القصة إلى حين تقدم راشد لخطبة فتاة من أحد القبائل. في ذلك الوقت دخل أبناء عم الفتاة ورفضوا الزواج بحجة أنهم أولى بها وفق ما يعرف بالتحجير أو القرع. وتعامل راشد مع الموقف بهدوء واحترام وأعلن انسحابه دون أي خلاف، مكتفيا بالقول أن الأمر من حقهم وأن لا نصيب له فيها، ثم مضى في طريقه. وبعد مرور فترة عاد أهل الفتاة للتواصل مع راشد وأبلغوه أن أبناء العم لا يرغبون بالزواج من ابنتهم، وطلبوا منه العودة لإتمام الخطوبة والزواج. وبالفعل تم عقد القران، وأمس كان يوم الزواج الرسمي والفرح. خلال الزفاف أو في أثناء الاحتفال تم الاعتداء عليه وقتله بدم بارد أمام زوجته. راشد الله يرحمه ويصبر أهله، هو وحيد أمه. نسألكم في التعليقات بأن يربط على قلبها ويعوضها خيرا، ونطالب بسرعة القبض على القتلة المجرمين وتنفيذ القصاص العادل بدون وساطة أو عفو. وحتى اللحظة لم تصدر الجهات الرسمية شرطة نجران أو وزارة الداخلية بيانا يوضح الحادثة، والمعلومات المتداولة تعتمد على روايات شهود ومنشورات أهالي المنطقة على منصة إكس. ولكن نتمنى أن تتخذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة بسرعة وشفافية